السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في قصة جديدة. بطل نتاع هاد القصة كريستيانو رونالدو، افضل من لمس كرة القدم ويعتبر من افضل اللاعبين على مر التاريخ. الا بغيتي تعرف قصة نتاع كريستيانو رونالدو والمعاناة اللي داز فيهم الصغر، دير لايك وسبسكرايب وكومونتير زوين بحالك، وخلينا نبداو في القصة نيشان. موهبة كبيرة وطموحات أكبر، هكذا بدا كريستيانو رونالدو المسيرة نتاعو الكروية كعادة اللاعبين الآخرين. ولكن الموهبة بوحدها ما تكفيش، حيت تتبع عدة عوامل رئيسية بحال العمل والجد والثقة بالنفس والشخصية القوية. هذه قصة بداية مسيرة كريستيانو رونالدو، كيفاش وصل للقمة العالمية. في الجزر نتاع ماديرا وبتحديد عاصمة سوفونشار، بدا كريستيانو احتراف الكروي، وبدا كريستيانو تركز بزاف على المسيرة الكروية نتاعو بسبب واحد المشاكل المادية. وفقات الوالدة نتاع كريستيانو رونالدو بالخروج من القراية، ولعب كريستيانو رونالدو الفريق المحلي أندروتشيا من عام 1992 ل 1995. وصلت بعض الأخبار عن كريستيانو لمدرب فريق ناسيونال للشباب، وبالصدفة كان مدرب فرناندو سوسا والد رونالدو الروحي. فرناندو لعب دور كبير في قرارات كريستيانو مبكرا. هذا المدرب فرناندو هو اللي عتق حياة كريستيانو رونالدو من فريق ناسيونال للشباب. هذا المدرب ذكر اسم كريستيانو رونالدو في الرابطة سبورتينغ لشبونة. من فوق انتقال كريستيانو رونالدو سبورتينغ لشبونة عطاو 2 سيمانات باش يقدم راسو. كريستيانو رونالدو كان موهوب ودهش جميع المدربين منهم اوريلا. رونالدو كان ديما ما تيتقبلش الخساره، لدرجه اي ماتش كان تيخسر كيبقى يبكي بزاف حتى سماوه البكاي، حيت كان تيبان له كره القدم هي اللي غتنقذ حياته من الفقر. وبعد سنه من الانتقال ديالو سبورتينغ لشبونه ولا كريستيانو رونالدو كيمتلك عقليه مجنونه، لدرجه ولا كيتريني بزاف، كيتعب على نفسه في كره القدم. كريستيانو تطور بزاف، ولات سرعته خياليه والمراوغات ديالو مدهشه، ولاو بزاف العروض كيتهاوشوا عليه باش يشريوه. ولكن كانت واحد الصدمه خايبه لكريستيانو رونالدو فاش قالو الطاقم تبع راك مريض بالقلب وخاصك تقطع كره نهائيا ولا دير واحد العمليه القلب، وقليل فاش تنجح. ولكن الحمد لله نجحت له العمليه ورجع كيما المستوى ديالو كيما العاده. اول مباراه كان غيلعبها كريستيانو رونالدو في المسيره نتاعو هي سبورتينغ لشبونه ضد مانشستر يونايتد، تما فين تعرف كريستيانو رونالدو. زاد الشهرة نتاعو بزاف لدرجة الجماهير كيقولوا هاد الفتى موهوب، ولكن ما كانوش عارفين بلي غيكون احسن لاعب في التاريخ. مباشرة بعد مباراة سبورتينغ ضد مانشستر غيتلقى كريستيانو رونالدو عرض كبير من مانشستر ب 12 مليون استرليني. كأول مراهق غياخد هاد المبلغ الكبير. كريستيانو في اول مباراة كان خايف من رقم 7 اللي عطاوه، حيت كان طالب لهم 28 وما بغاوش يعطيوه له، حيت قالوا له انت راك لاعب كبير وتستاهل رقم 7 كديفيد بيكام. وكان رونالدو خايف لي بقى يتقارن مع دوك المشاهير كبار، ولكن كريستيانو رونالدو برقم 7 قدم مستوى خارق، لدرجة في ديك الوقيته كان كيتنافس مع ليونيل ميسي. وفي هاد النسخة كريستيانو رونالدو كان لاعب متكامل، حيت خدا مع مانشستر جميع الألقاب منهم الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والحذاء الذهبي، خدا جميع الألقاب كلها، كان لاعب متكامل. كريستيانو رونالدو في هاد الوقيته تشهر ووصل للعالمية حتى جا نهار الموعود 2009 شهر 10 جاي عرض من ريال مدريد ب 94 مليون. هنا خلاص بدات تفتح طريق كريستيانو رونالدو، ولا من احسن اللاعبين، وخدا 5 كرات ذهبية و5 دوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد. هذه هي قصة كريستيانو رونالدو. ما تنساوش ديروا لنا لايك وسبسكرايب وكومونتير. تهلاو.